طيب مش عارفة اجيبها لكم ازاي يعني، بس حصل شوية مشاكل كده وانا بلعب ورا الكواليس، واضطريت ان انا يتم تحويل العالم من الهارد كور للسرفايفل العادي، وده لاسباب يعني مش هيتم ذكرها هنا في الفيديو، ولصياح كتير، وحالتي فعليا كانت يا لهوتي. عامله زي كده. طبعا انا نزلت كهف ورا الكواليس وجمعت دايموند، فبقى معايا 27 دايموند، ولكن اللي انا كنت مجمعه اصلا في الحلقه اللي فاتت 12، ولكن ورا الكواليس بقى ربنا كرمنا يعني وجبنا الدايموند الحلو ده. المهم ان احنا مش هنستخدم الدايموند ده كله في الدروع. ليه؟ لان احنا اصلا هنحتاج 2 علشان مكتبه التطوير، وهنحتاج 2 علشان السيف، وهنحتاج 3 عشان البيكاكس. طب والباقي يا حاجه هتعملي بيهم ايه؟ لا مش هعمل بيهم الدروع، يعني مش زي ما توقعتوا هعمل بيهم الدروع، لا. ليه؟ لان الدروع دي انا هبقى مضطره ان انا اروح، لان هم اولا هم 20 مش هيكفوا ان هم يعملوا، هم اترموا اصلا 20 مش هيكفوا ان هم يعملوا كل حاجه. يلا بينا من غير ما نطول كده، احنا دلوقتي هنتاجر مع الكرويين علشان نجيب دروع. فاول حاجه هنعملها هنجيب ترابيزه الفليتشنج تيبل، لان ده اسهل حاجه تجيب لنا ايمرالد بجد، لان الايمرالد اللي معايا انا مش معايا غير 19 بس تقريبا. ف 19 ده هو رقم حلو بس مش الرقم الكفايه ان انا اسمه ايه ده طبعا دروعي اتهانت جدا في الرحلتين الكهفيتين، يعني انا فعليا دروعي لو حد تف على اي درع منهم هم خلاص السلام عليكم كسروا خلاص. احنا ايه كمان هستخدم الميثود بتاعه القرويين علشان هي هتجيب لي دروع مطوره، فانا بنسبه كبيره مش هبقى محتاجه اطورها. وطبعا لو ما عجبنيش التطويره فانا عندي البتاع دون هنا ممكن استخدمه، مش عارفه اسمه حقيقي يعني. اول حاجه بينا يلا هنعملها هي الفليتشنج تيبل. هي طبعا بتحتاج 2 فلنت، تحتاج خشب، انا كده كده عارفه هي بتتعمل ازاي يعني، فمش لازم ابص انا على الريسيبي بتاعتها. اهي عايزين بقى اي قروي محترم كده بقى يشتغل لنا الشغلانه الحلوه دي. طبعا الجيم لسه على هارد يعني بس مش هارد كور. المهم اي قروي يحترم بقى كده، في قرويين كتير حلوين هنا. انا شايفه ان اغلبهم مزارعين، فانا لو شلت دون فاي ثينك ان هم هيسيبوا الشغلانه. هو ما شاء الله محدش ياما سرعتني. ايه مشكلتي مع الاندرمان؟ لما نشيل ده طيب حد ساب الشغلانه يا اخواتي؟ محدش ساب الشغلانه. طب انتوا ايه بقى ايه قريه الفلاحين دي؟ يعني كلهم فلاحين ومزارعين. الفلاحين طبعا على دماغنا من فوق، هم دول 2 اندرمان. ما شاء الله ما شاء، انا كل ما اشيل لهم الحاجه يمسكوا شغلانه تانية. الله يخرب بيتكم يا جدعان انا عايزه امسككم الشغلانه اللي انا عايزاها. الله اهو قروي عاطل، اخيرا يا اخي بندور عليك من زمان. خد الشغلانه بقى، خد يا عم خد يا عم، اخيرا راجل يا محترم. طبعا دون ب 32 ستيك هيديني ايمرالد، وطبعا مفيش اسهل من ان انا اجمع ال 32 ستيك، فانا هجمعهم وارجع لكم. طيب انا جمعت ستاكين و52، ولكن الدنيا دلوقتي ليل، ولكن احنا خلاص ما بقيناش هارد كور، فاحنا بقينا نحارب عادي خلاص يعني، فاهمين يعني ممكن نطلع يما انا اتسرعت يا لهوي. انا خايفه القرويين يتحولوا وحوش. لا استنوا انا محتاجه انام بسرعه، بس كان في 2 زومبي هنا جنب الشباك وي هيتجمعوا على القروي. ما تتهورش ما تتهورش ما تتهورش ما تتهورش ابو شيماء اتهور. ولا بعدوا عن القروي، يلا بعدوا عن القروي، سيبوهم ارجوكوا ارجوكوا سيبوهم. وانت هتعمل لي ايه يعني وانا قتلتهم كلهم؟ يعني انت اللي هخاف منك؟ المهم خلينا انام بسرعه بقى عشان ما يحولوش القرويين، علشان هيبقى وجع قلب قوي ان انا اقعد احول القروي من زومبي فيليجر يلا بينا نمنا هون. نقوم بقى ايه نعمل شغل جامد دلوقتي. في هو ايه العبث ده؟ ما علينا. فين القروي بقى الفليتشر بتاعنا؟ هو يما السحر، انا بخاف قوي من السحر يا جدعان. فينه بقى فينه؟ قولي ان انت مت بقى، يعني عارف لو قلت لي ان انت مت يا لهوي هبقى فخوره بيك موت يعني. طب يا غالي انت فين؟ الغالي اهو، الغالي بذات نفسه. طبعا احنا بنحاول نطوره ونجيب ايمرالد في نفس الوقت، يعني احنا معانا طبعا. طيب هو لسه ممكن نتاجر معاه عادي، فانا هطوره لحد ما هو تقريبا طور ليفل كده. استنى انت رحت فين؟ هو طور ليفل كده، واحنا دلوقتي ممكن نتاجر معاه الفلين. طب خلينا نخلص الاول تجاره الستيكس، اروح اجمع خشب تاني وارجع لكم. طيب يا شباب رجعت لكم، ودلوقتي جمعت كتير قوي، تقريبا اغلب الانفنتوري بتاعتي بقت ستيكس. واستوعبت حاجه انه ده بتاع البوشنز، او لا مش ده، ده اللي هو بيدينا عيون الاندر بيرل تقريبا، عيون الاندر مان. مش عارفه ايه عيون الاندر بيرل دي عيون الاندر مان. فالراجل ده يفيدنا موت عموما. علشان ايه؟ عشان انتوا عارفين يعني ان انا عندي مشاكل بيرسونال مع الاندرمان. هنا بقى ايه، ما كنتش متوقعه الغدر والخيانه تيجي منك يا عم. امشي يا عم، بتعملوا ايه والله العظيم ما ينفع العبث ده.
القراوي اللي بنجيب منه الدروع بنجيبه عن طريق ان احنا نعمل اللي هو البلاست فurnace. احنا هنكسر الترابيزه ونحطها له تاني. يعني مش اتمنى ان ده ما يكونش حركه غلط اعملها، يعني ان شاء الله ما تتعصبش علينا يعني يا عم، عشان يعني كده. هو اخد شغلانه تانية ولا هو انت شغال ايه بالظبط؟ تعالى هنا طيب. يا نهارك ابيض، يا نهارك ابيض، ايه اللي انت عملته ده؟ او ايه اللي انا عملته ده؟ 57 بس فتحها، مش مشكله يعني. هو ستيل حركه وحشه بس هو فتحها يعني على الاقل. هو انا معايا اصلا لسه ستيكس. تعالى هنا منك ومن الغدر. احنا دلوقتي اصلا جمعنا 39. هو ستيل مش رقم كبير بس رقم حلو. طيب يا جماعه رجعت لكم، عملت البلاست فيرنس وهنروح دلوقتي نشوف اي قروي كده نشغله فيه. بس هو فين بقى؟ هو فين؟ هو ده اظن. خد يا عمنا. ماشي طيب عادي. ورينا 7 عشان البنطلون. يا حلاوة. يا حلاوة. 7 وهاخد بنطلونات ايرون. طب انا هستفاد ايه والله؟ بس انا صح، ما انا كده بهدر الاميرالد. مش ده اللي انا عايزاه اصلا. ده انا معايا كمية ايرون من الرحلة اللي انا نزلتها وجمعت فحم، فانا ممكن استخدم اللي هو فحم عشان اميرالد دون علشان اطوره. كده كده الفحم مفيش اسهل منه يعني في التجميع. انا معايا 7 بلوكات فيعني هيجيب لي كتير يعني. 63 بس. كتير جدا، جاب لي كتير جدا يعني. هو فين بقى الراجل؟ بس خلينا هحاول مع الفليتشر تاني كده وهرجع له. One eternity later. طيب بعد محاولات كتيرة قوي مع الراجل الفليتشر الحرامي دون، زود لي اصلا الاسعار من 64 من 32 ل 64. فهو راجل حرامي. فلقيت الراجل اللي هو الوندرينج تريدر ده اللي بيبقى لابس ازرق دون، اللي هو الراجل المحترم. فين راح فين؟ بيتاجر اسمه ايه ده يا لهوي السيف هيتكسر. بيتاجر العين السبايدر ب3 ايمرالد. فدي صفقة يعني مفيش اجمد من كده، صفقة جامدة يعني جدا يعني. فالمهم ان انا قررت ان انا مش عايزة انام الليل دون علشان اجمع سبايدرز كتيرة يعني وكده واجمع عيون. فدي هتبقى صفقة اجمد بكتير من ان احنا نقعد نتاجر مع الفليتشر الحرامي دون اللي بيزود الاسعار بدل ما يرخصها واحنا بنتاجر معاه. المهم انا عايزة اعمل لي سيف بس عشان السيف بتاعي هيتكسر خلاص. الدروع مش مهم يعني، كده كده احنا خلاص بقى ما بقيناش خايفين من حاجة. المهم واحد سبايدر لله وللوطن كده. مش كريبر. انا عايزه اكل عشان انا اسمه ايه ده سايبه الاكل غالبا في التشست. ناكل كده. هات يا ابني الفراخ دي. وطبعا لما نيجي نتحرك وناخد خطوه مثلا هنروح النذر او الاند. القريه ما شاء الله مليانه حيوانات بشكل. كل ده عشان اشبع. فين اللحم اللي كان معايا؟ بس للاسف خلص. بتهزر معايا زومبي وماسك سبير؟ ايه الكلام الحلو ده؟ طب سلام عليكم. لا مش سلام عليكم يا جدعان، احنا مفيش حاجه بتخوفنا خلاص. احنا مش هارد كور. احنا هناخد بس الاول الاسهم دي علشان ايه؟ علشان نقضي عليهم. المهم خلينا نطلع لهم كده. انتوا فين؟ فين الزومبي اللي عامل لي فيها جامد قوي يعني؟ هو دول زومبيات عاديين. زومبي بس مش مشكله. يلا موتي يلا. لا ما هو الحصان ما يموتش وانت اللي تموت يعني. ده ما يبقاش كلام يحترم. لو انت ايوه بس كده. الحصان ما اظنش ان هو مؤذي اصلا يعني، بالعكس اظن ان الحصان دون بيبقى احسن من الحصان العادي يعني. نهارك لذيذ. لا انت بتهزر انا هسكت علشان ما يصحش. طب هما السبايدرز يعني قرروا فجأة ان هو مفيش سبايدرز خالص هترسبن ولا ايه بالظبط؟ اي سبايدر لله وللوطن. اي عنكبوت طيب تمشي معاك. احدهم شكله هيغير الديفيكالتي بتاعت العالم. السيف داون اتكسر وكلهم هيجوا عليا دلوقتي. ايوه ادينا عين بقى. خليك الحمد لله ادانا عين اهو. اللي فات اصلا في واحد قتلته وما ادانيش عين، مش عارفه ازاي. على حد علمي ان المفروض ان كله بيدي عيون، او يمكن انا علمي اللي بايظ. طب ايه يا سبايدر؟ حاليا بيتم الندم على كل عين سبايدر اترمت وقلنا انها ملهاش لازمه. طلع ليها لازمه. انا مش عارفه ايه العالم اللي ما فيهوش اي سبايدرات دون. انا قلبت الدنيا كلها يا جدعان. عايزه سبايدر. النهار اصلا شكله طالع خلاص في اللعبه وانا ستيل مش لاقيه سبايدرز. فانا مش فاهمه ايه العبث دون حقيقي. شويه الغالي قولي ان انت ما اديتنيش عين. ده انا بس خلاص مش هرد عليه علشان هو سبايدر حقير. ولكن تجاره فاشله جدا. الراجل اهو عامل لنا فيها المخفي. هو فين ده؟ واخد لي بوشن انفيزيبيليتي. انت فين يا عم؟ هو فين والله؟ متاكده ان هو واخد بوشن انفيزيبيليتي. تديني عين ولا اديك في عينك؟ ما ادانيش عين. وانا اديته في عينه وبرضه ما ادانيش عين. برضه الكاب ويب دون اللي هو بيحدفه كان في قروي بيتاجر بيه، ولكن ستيل برضه مش هيفيدني في حاجه قوي يعني. هي ما كانت محتاجه كتير. طب مفيش حد بيتاجر بالعظم طيب؟
هو أنا مش فاهمة ليه كل شوية زومبي معاه حصان واللي هو السبير الجديدة دي يرسبنوا في المكان دون. انتوا عايزين ايه من القرويين؟ موت يلا. ما شاء الله النشان عندي مفيش منه. موت يلا. هو ليه ما عندوش اي تجارة عدلة؟ والله انت راجل غير محترم وغير مؤدب وتاهل ان احنا ندي الشغلانة دي لحد تاني. انت راجل عاطل صح؟ انت تحفة بالنسبة لي كده. خد انت دون علشان اخوك دون التاني ما شافش تربية. ما شاء الله لحق اخد شغلانة تانية بدل. خد يا حبيبي، خد يا بابا اما نشوف. يلا يا حبيبي خد الشغلانة. يلا يا بابا خد الشغلانة. يلا يا حبيبي ما تاخد الشغلانة يا عم. يعني ما هو ايه الهبل دون؟ طيب الشغلانة هي قدامك والله العظيم يا رب. طب لقيت الكروي دون مش عارفة ده بتاع مين دون ولا بتاع ايه ولا بيشتغل ازاي؟ ده الميسون مش عارفة ايه ده. بيتاجر 10 كلاي 10 او 20 كلاي بإمرالداية. فانا حاساها كسبانه موت لانه الكلاي بنجيبه من اي سورس مائي. طبعا الكلاي متوفر على طول طبعا عشان محتاجه دلوقتي عمري ما هلاقيه طبعا. فيعني واحد المفروض يعتزل اللعبه دي عشان كفايه كده والله علينا. حلو بدات اتاجر مع الراجل دون وفتح لي ان انا ممكن اتاجر معاه 4 ايرون بإمرالد. فدي تجاره كسبانه جدا ليا. في قروي عاطل اهو. انت نفسك الفليتشر يا راجل فرقوا هما لما خليتهم 54 بدل 64. ايه اللي هيجرى لو كملت جميلك ورجعتهم تاني ل 32؟ بس انت راجل غير اصيل وراجل حرامي. طيب انا معايا دلوقتي 28 ايرون بس انا اصلا معايا اكتر يعني معايا 10 بلوكات. فلو ال10 بتسعة يعني اقدر معايا 90 حبه. ولكن طبعا زي ما قلت لكم محتاجين ان احنا نحللهم الاول علشان هم غير محللين. المهم خلينا نحطهم بقى كده ايه في الفرن. اكيد مش هنحط لهم بس انا اصلا نسيت صح ان انا ما عادش معايا فحم غير ده. طبعا تجميع الفحم سهل بس 2000 years later. طيب اخيرا بعد تجارة دامت كتير جدا جمعت ستاك و40 حبة اميرالد. فاخونا دون فتح لي كمان البوتس وعليه فاير بروتكشن 1 والتشست بليت بقى متاح ولكن مش عارفة اجيبه لسه. فشكلي هقعد اطوره كده بقى يا اما ادور على فحم يا اما بالايرن وارجع لكم لما نكون جبنا التشست بليت. ولكن خلاص اخيرا جبنا الارمور بتاع الفيت. اظن ان انا ممكن اعمل الباقي بالدايموند اللي معايا وارجع في كل كلامي عادي. بس لا هنحاول ان احنا نطوره يعني ونجيب بقيه الدروع وكده عشان هي تبقى دروع مطوره. وفاير بروتكشن اللي على البوتس دي مش وحشه يعني. هي فاير بروتكشن 1 اهو وحقيره جدا بس ستيل حلوه يعني فاهمين. الحمد لله الحمد لله بعد تجاره كتيره قوي بعد تجاره كتيره الحمد لله اداني البوتس اللي انا غالبا شلتهم في الشست اللي هناك عشان ما البسهمش دلوقتي. الراجل سرح راح فين بيجري راح فين ده؟ وقفوا يا مدحت. هو كان لسه موجود بس عرفت بيجروا ليه. سيب القرويين بقى في حالهم بقى. سيبوهم بقى مش عارفه اتاجر معاهم كل شويه تموتولي قروي. في ايه بقى كده والله. وفي اللي هو الكليريك ده كان بيتاجر بلحم الزومبي بيديني اميرالدز. اوبا يا لهوي يا لهوي انت بتقتله ولا 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 ولا. عارف لو قتلتوه اتمنى يكون هرب. يا ربي يكون هرب ما يكونوش قتلوه. وانا محتاجه اهرب انا كمان علشان انا خلاص هموت ومش معايا اكل اصلا. مش لاقيه البيت بتاعي هناك اهو. طب انا ممكن ادخل هنا عادي جدا. خدني جنبك علشان هموت كده. انا لا معايا اكل ولا معايا هيل ولا الدنيا معايا صعبه. انا معايا بون ميل بس مش معايا مفيش هنا. معايا بطاطس ممكن اكل بطاطس دلوقتي لحد ما اعرف اجيب اكل علشان ايه ما نموتش يعني. ايوه بعيدوا عن الغالي اهم. يا ابن اللذينه بتنزل في الميه عشان ما تموتش. فين الراجل بتاعنا المحترم اهو. الراجل المحترم بتاعنا. انا معايا 33 لحم زومبي. الراجل المحترم الكليريك اللي انا شفته قدامي وهرب. ماشي خلينا نشوف الراجل ده. يا عم اصبر بقى يا عم اهدى بقى شويه تهد بقى. اخيرا يا غالي بس كده انت ما عندكش تطويرات اعلى من كده. راجل غير محترم على فكره وغير مؤدب انت عالة على المجتمع. انت حسالة. كل اللفه دي وكل الحلقه دي عشان تديني شيست بليت وبوتس. ده راجل مش محترم. رينا هنا بقى معانا دون عليه بلاست بروتكشن 2 ده حلو وعليه فاير بروتكشن 1 واظن ايه ده. لا انت بتقتله ولا ايه يا عم؟ اساعدك ازاي اساعدك ازاي؟ استنوا بنهيله بايه؟ انا انقذته المفروض بقى يديني خصومات بقى على الانقاذ اللي انا انقذه له دي. يا عمي ماشي هات الفينو ده هات البريد ده. وانت فين؟ خد يا عم بريد يا عم. ما علينا اكل انا اكلش انت. المهم هو مش هيعمل تجارة تاني كده خلاص يا حبيبي خلاص بجد بعد كل ده انت طلعت ندل قوي اندل من الفليتشر بجد يعني. خلاص كده بجد يعني. حاول نتاجر معاه كده تاني يا جدعان نشوف هيجيب حاجة تانية ولا هنضطر نعمل الباقي من نفسينا بقى. طيب يا جدعان انا اصلا معلوماتي الماينكرافتية محدودة فسرشت واكتشفت انه دي اخر حاجة وانه الباقي مش هيفيدنا اكتر من كده. قلتلك طيب انزل عليك بالسيف ده جلدك. انت مالكش لازمة يا عم بجد يعني. بوتو انا مش هكلم والله. انا مش هحرق في جاز اكتر من كده.
كده. انا كل اللي هقوله حسبي الله. انا اخش اعمل بقيه الدروع ونطور علشان الحلقه الجايه هتبقى دمار دمار فعلا. وانت اطلع من بيتي يا عم، انتوا كلكم وحشين. بقى معانا ايمرالد حلو علشان لما نيجي نتاجر عشان نجيب العيون ونروح للتنين. هات الدايموند ده بقى علشان نعمل بيه شويه حاجات كده، مفيش منها اتنين. معايا ستيكس. معايا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا اولا عايزه اشيل 2 دايموندز على جنب علشان ما انساش، عشان دول بتوع اداه آلة التطوير. ثانيا اعمل لي سيف. ايوه بقى اعمل لي بيكاكس. فين؟ انا مش شايفاه. بعد كده هنديله بقى ايه؟ اكس. لا اكس، هعمل اكس ايرون عادي. حتى لو الايرون خلص هروح ادور على ايرون تاني، مفيش اسهل من ان انا الاقي ايرون. دلوقتي احنا معانا تشيست بليت ومعانا، استنى صح انا خدت الاتنين اللي انا سايباهم على جنب. معانا تشيست بليت وبوتس، فاحنا ناقص لنا الهلمت. يلا بينا. وناقص لنا البنطلون. الله يا بلادنا، الله. فول دايموند. كمان معانا 10 احتياطي. فاستنوا كده بقى عشان لازم ناخد لنا صورة جميلة كده بالدروع الجديدة بدل الدروع المكحكحة اللي كنت لابساها دي. استنوا كده. ايوه. يا لهوي على الحلاوة والجمال، يا لهوي على الحلاوة والجمال. استنوا كده، احنا نديها ايه؟ نديها واحدة 30%. استنوا كده دقيقة واحدة. الله، حتة كده مفيش احلى منها الصراحة. السيف بقى كده بقى وفي التاية بقى كده تحفة. استنى نشيل الدرع دون عشان مداري على الفت. الله على الفول دايموند. الله. بس ده كان فيديو النهارده. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتشوفوا بقيه حسابات السوشيال ميديا بتاعتنا، الانستا والتيك توك هحط لكم اساميهم في البايو. وبس، سلام.